السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب اليوم عندنا درس سورة الانفطار، صفحة 116 للحفظ، من آية 1 إلى آية 8. راح نقرأها ونفسرها ونحل المناقشة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إلى هنا الحفظ. أما معاني الكلمات إلى كلمة فعدلك تأشروها داخل في الامتحانات. أما التفسير آيات هذه السورة، فالله سبحانه وتعالى يبتدئ بأهوال يوم القيامة ومشاهد الآخرة. بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى لنا القبور إذا بعثرت وإذا قلب ترابها، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله سبحانه وتعالى يخاطب كل إنسان لاهي، كل إنسان منكر للبعث، متهاون في طاعة الله. أنتم كذلك يا طلاب اللي ما يصلي، سؤال: ما غرك بربك الكريم؟ ليش ما تصلي؟ ليش ما تصلي؟ ليش ما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، الله هو الذي أوجدك، الله سبحانه وتعالى الذي خلقك في أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. اختار الله سبحانه وتعالى لنا الصورة الحسنة العجيبة وكرمنا، ولم يجعل شكلنا كأشكال الحيوانات أجلكم الله. فيجب أن نراجع أنفسنا ونعود إلى الله سبحانه وتعالى ونبدأ في عبادته كما يرضيه سبحانه وتعالى. نجعل أسئلة المناقشة صفحة 123. سؤال أول: صف أهوال يوم القيامة الواردة في السورة. طبعا الجواب صفحة 119. الجواب صفحة 119 تأشروها من هنا. ابتدأت السورة الكريمة من هنا أشرها ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون. هذه كلها تأشرها إلى حد قوله فتجزى بها. نروح على السؤال الثاني، فطلعها بكتابك. السؤال الثاني: كيف يخالف الإنسان ربه وهو خالقه بأجمل الصور؟ وضح ذلك. طبعا من يقول لك وضح ذلك يعني ما يريد منك الجواب نصا، وإنما تلخص الجواب تلخيص. والجواب يبدأ من صفحة 119. هذه الآيات تخاطب كل إنسان منكر للبعث. هذه كلها طبعا إلى كالحيوان، تشرها إلى كالحيوان في صفحة 120. السؤال الثالث: ما مصير كل من الأبرار والفجار وبين حال الفريقين؟ الجواب هنا صفحة 120 من هنا: إن المؤمنين الأتقياء القائم حقوق الله وحقوق عباده لفي نعيم الله وجناته. لفي نعيم الله وجناته، هذا اللي منه للأتقياء الأبرار. أما الفجار وإن للفجار، هذا كمل الجواب: وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله. إلى هنا
لفي جحيم يصيبهم لهيبها يوم الجزاء إلى ولا بموت. هذا جواب سؤال الثالث. جواب السؤال الرابع: من أكبر عوامل الفساد في الدنيا التكذيب بالبعث والجزاء، ما نتائجه؟ هذا جواب سؤال رابع. النقطة السادسة من أهم ما يرشد إليه الحديث: التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء، فإن أكبر عامل من عوامل الشر والفساد في الدنيا، وأكبر سبب موجب للعذاب يوم القيامة. إلى هنا جواب سؤال الرابع. نجعل الصح وخطأ. السؤال الأول: انفطار السماء وانتثار الكواكب من علامات يوم القيامة. صح، الطبيعة هي التي وجدتنا على هذه الصورة. خطأ، الله سبحانه وتعالى. ثالثا: إن الفجار المقصرين في حقوق الله يعاقبون في مدة قصيرة. خطأ، في الدرك الأسفل من النار. رابعا: توجد ملائكة كرام يراقبون أعمالنا ويكتبونها. صح، وهذا هو درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.